السلام عليكم. الانفينكس سمارت 8 كان موبايل جامد جدا في فئه ال 4000 جنيه. الهوت 40 اي بقى هو نفس الموبايل بالظبط، بس بشاحن اسرع، كاميرا احسن، واضافات اكتر في السوفت وير، وبزياده 500 جنيه بس كده الفيديو خلص. بهزر طبعا. خلينا نشوف مميزات وعيوب الهوت 40 اي وهل يستحق الشراء ولا لا. ونبدا اول حاجه بالتصميم. الموبايل بيجي بتصميم بلاستيكي بالكامل، بلاستيك مطفي في الظهر المسطح واطار لامع مسطح برضه، وكاميرات عامله نفسها ايفون ببروز خفيف بيتغطى بالكفر المرفق مع الموبايل، مع وزن 190 جرام وسمك 8.3 ملم. مع حجم الموبايل الكبير شويه، فالموبايل طبعا بيصعب ان انت تمسكه بايد واحده وتتحكم فيه بايد واحده، لكن بنيه الموبايل قويه جدا وجودتها كويسه، وبالتالي تصميم الموبايل ده بالنسبه لي ما فيهوش غلطه في الفئه السعريه دي. حتى من الجهه الاماميه اللي هي الشاشه، هتلاقي قدامك شاشه بثقب كاميرا مش بنوتش زي المعتاد في الفئه السعريه دي. بس بعيدا عن شكل الشاشه، خلينا نتكلم عليها تقنيا. احنا قدام شاشه اي بي اس ال سي دي بدقه اتش دي وتردد 90 هرتز وسطوع بيوصل ل 500 نتس، هيخليك تشوف تحت الشمس بشكل كويس لكن مش باريحيه كبيره. الشاشه بتقدم تجربه مشاهده حلوه وبالوان لطيفه وزوايا رؤيه كويسه، وتجربه المشاهده دي بتكمل بتجربه صوت حلوه. صحيح ان هنا في سماعه واحده بس مش سماعات ستيريو، بس ده الطبيعي في الفئه السعريه دي، لكن الصوت هنا عالي وجودته الى حد كبير جيده جدا، وبيدعم تقنيه دي تي اس لتظبيط الصوت، وفي ايكولايزر تظبط الصوت زي ما انت عاوز، وكمان صوت سماعه المكالمات ممتازه، صوت المايك جيد جدا ما فيهوش مشكله، لكن المشكله الوحيده ان هو ما فيهوش مايك اضافي لعزل الضوضاء. لكن الميزه ان فيه فتحه سماعات 3.5 مللي وبيدعم راديو، وكمان في العلبه هاند فري. ناقصك موتور اهتزاز قوي شويه، لان موتور الاهتزاز اللي هنا مش قوي قوي، بس ده عادي في الفئه السعريه دي. الموبايل بيجي مستشعر تقارب حقيقي، وبالتالي تجربه مكالمات وسمع فويسات مميزه. بيجي بتطبيق انفينكس للمكالمات اللي بيدعم تسجيل المكالمات، ولكن تذكر ان تسجيل المكالمات بدون علم الطرف الاخر يعتبر نوع من انواع خيانه المجالس، فراجع فتاوي في الموضوع ده. الموبايل ده بيدعم شريحتين ومكان ميموري، والشريحتين بيدعموا 4G، وما واجهتش اي مشكله في موضوع الشبكات ده، كانت ممتازه. الكاميرا هنا هي كاميرا ثنائيه، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا ثانيه ملهاش اي 60 لازمه. اما السيلفي فهو 32 ميجا بكسل، وكمان في فلاش امامي وبيشتغل كلمبه اشعارات لما تيجي تشحن موبايلك بينور. خليني اقول لك ان الكاميرا عمليا بتقدم تجربه مرضيه جدا في السعر ده، بتصور صور حلوه في الاضاءه الجيده، بتديك الوان كويسه، وده ينطبق برضو على السيلفي. اما بالليل فلا مش مرضيه قوي، النويز بيبقى عالي والانوار ما بتبقاش واضحه قوي، لكن التفاصيل مش وحشه. عامه هي كاميرا جيده جدا بالنسبه للفئه السعريه دي، اللي هي فئه ما فيهاش كاميرات قويه. يعني حتى اقرب كاميرا من سامسونج اللي هي سعر الموبايل اغلى من ده بتقدم تجربه سيئه جدا. يعني الكاميرا دي تعتبر بالنسبه للفئه السعريه دي جيده جدا، لكن تذكر ان اصلا الفئه السعريه دي ما فيهاش كاميرات خرافيه. الموبايل ده بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه قادره تديك حوالي 7 ساعات من الاستخدام المتواصل بدون العاب، مع شاحن سريع ومرفق في العلبه 18 واط يقدر يشحن تقريبا في حوالي ساعه و40 دقيقه. ولكن خد بالك انه اجراءات حفظ الطاقه في انفينكس وسوفت وير انفينكس عامه بتبقى عنيفه شويه، فلو في اي تطبيق انت محتاجه يشتغل في الخلفيه بشكل كويس، اتاكد ان انت تخرجه من كل اعدادات حفظ الطاقه في الخلفيه والكلام ده عشان يشتغل بشكل كويس. لما نيجي للاداء، فالموبايل بيجي باليونيسوك تي 606 نفس اللي كان موجود في السمارت 8، وبيجي بذاكره 256 من نوع اي ام سي 5.1، وبيجي برام 8 جيجا من نوع دي دي ار 4 اكس. برغم ان هنا على عكس السمارت 8 هنا في واجهه اكس او اس كامله او شبه كامله، يعني فيها مميزات كتير مش مخففه، ولكن مع ذلك لسه الموبايل محتفظ بنفس الاداء السلس والسريع واللطيف جدا اللي كان موجود في السمارت 8. تجربه الموبايل فعلا ممتازه جدا في الفئه السعريه دي، تقدم تقريبا واحده من اخف التجارب اللي انت ممكن تجربها في الفئه السعريه دي. فتح التطبيقات الى حد كبير جيد جدا، التنقل ما بينه جيد جدا، ان انت تلعب بقى على الموبايل زي ما جربنا في السمارت 8. الموبايل قادر ان هو يديك تجربه العاب مش قويه قوي، يعني لما تيجي تلعب ببجي كول اوف ديوتي تقدر تلعبها على اعداد فريمات مش عاليه قوي، تبقى قليله وبجوده قليله. تقدر تلعب اي فوتبول بشكل مقبول، فهتقدر تلعب شويه العاب لكن مش هيبقى دبابه العاب يعني، وده برضو جيد جدا في الفئه السعريه دي. فتجربه الاداء ممتازه جدا وما اتغيرتش عن السمارت 8 اللي كان ممتاز، برغم ان هنا الاكس او اس فيه مميزات اكتر، وده ينقلنا للاكس او اس. الموبايل بيجي باندرويد 13 على واجهه اكس او اس 13، فانفينكس متاخره شويه في موضوع التحديثات ده، لان احنا دلوقتي بنتكلم في اندرويد 15. على الاقل الموبايل كان المفروض يطلع من العلبه باندرويد 14، وطبعا ما فيش سياسه تحديثات واضحه لانفينكس، انت ما تعرفش الموبايل ده هيتحدث ولا مش هيتحدث، هيوصل له تحديثات كام سنه، يعني انت وحظك. ومن احد العيوب المهمه ان انت اول ما تفتح الموبايل ده بتلاقي سيل تطبيقات والعاب موجوده على الموبايل مثبت مسبقا. لحسن حظك تقدر تشيلهم كلهم، لكن بتتخض كده في الاول ان انت تلاقي كل الحاجات دي مثبته مسبقا على الموبايل كنوع من الاعلانات. من بقى المميزات
المميزات اللي موجوده هنا في الاكس او اس حاجه اسمها السمارت بانل، تخليك تعمل اتصالات سريعه لما تسحب من الجنب، وميزه اسمها سوشيال تيربو دي فيها شويه حركات روشه. في الواتساب تقرا الرسائل من غير ما تفتح الرسائل، بتحتفظ انت بالرسائل جوه، تقدر تعمل شويه تحسينات في الفيديو كول، فلاتر بقى والكلام ده، وتعمل استيكرات وتحفظها للواتساب. وعندك نسختين من نفس التطبيق ومساحه العاب، وطبعا في مميزات اكتر لكن لن نخوض فيها لضيق الوقت. نروح بعد كده للاضافات والمستشعرات. والموبايل فيه مستشعرات تقارب، تسارع، بوصله، جيروسكوب، وفي راديو ولكن للاسف ما فيهوش ان اف سي، وفي بصمه جانبيه شغاله بشكل جيد جدا وسريع، وتجربه تنقل وجي بي اس شغاله بشكل جيد جدا. والعلبه زي ما قلت لكم فيها كل حاجه، كفر، سكرين بروتكتور، هاند فري، وشاحن سريع، فمش هيبقى ناقصك حاجه ولا هتحتاج تزود فلوس وتشتري حاجه. بسعر اقل من ال 5000 جنيه الهوت 40 اي هو بالنسبه لي المرشح الاول اللي انصح بيه اي حد راح يشتري في الفئه السعريه دي. بيقدم تجربه اداء جيده جدا مع شويه رفاهيات لطيفه، شاشه جودتها حلوه، صوت جودته حلو، كاميرا جودتها حلوه، شاحن سريع، فعني هو مش ناقصه حاجه الحقيقه، ويعتبر العيوب اللي فيه قليله جدا ومقبوله جدا في الفئه السعريه دي، فينصح بيه وبشده. هتلاقي المنافس الابرز هو الريلمي نوت 50، موبايل قوي بيقدم لك تجربه قريبه جدا من هنا، وان كان الاداء فيه اقل من هنا برغم ان المعالج المفروض اقوى من هنا. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو ده ساعدك تختار. اعمل لايك وسلام.